سلام لأهلنا الغالين وناسنا الطيبين، شلونكم أخباركم؟ يا رب تكونون بخير وبأفضل حال. واليوم رجعت لكم بهالفيديو، حبيت أوضح فكرة للناس اللي دخلوا وقالوا رنا ليش ما صورتي بأجواء الكريسماس وما نزلتي فيديو انتي والعائلة. فحبيت أوضح بهذا الفيديو وين قضيت أجواء أيام الكريسماس، فخليكم بنهاية الفيديو وشوفوا شلون قضيت الأيام. طبعا هنا أول يوم قبل يوم يعني كنت أني ما حابة أسوي عيد ميلاد وهيجي أجواء، فسمعت أختي بوقتها وقالت رنا يلا تعالي حضري نفسك حتى نتونس ونتعشى سوا وتباتين يمي. فاني همات كانوا مسوين هاي الكراعين أو الحميدية أو الكسور اللي يسموها، احنا نسميها كسور. فهنا أنا اجيت اني ببيت اختي وصلت، فكانت مسوية هاي الكسور او اللي تعرفوها انتو حميدية او الكراعين، ما اعرف انتو شنو تسموها، فاحنا نسميها الكسور. فكانت اختي مسوية العشاء كله ومجهزته، فما لحقت عليها حتى اصور، وكانت عاجنة ومكملة وما قدرت، فلحقت عليها وكانت هي تشنق او تقرص او تقصقص بالعجين، ما اعرف انتو شنو تسموه، احنا نسميه التشنيق. فهنا شنقت وكملت وبدينا. طبعا احنا اجواء الخبز كلش نحبها، تدري نحب خبز البيت، فكانت هي عاجنة وهنا راح اسولف لكم. بعد ما قضيت يوم كامل ببيت اختي رحت لاهلي وقت العشاء ثاني يوم وتعشينا يمهم، وهنا صارت الصدفة اللي كنت اني حابة بهذا اليوم اسويها غير مختلف عن الناس اللي متعارف عليه يسوون العيد ميلاد واحتفالية وكذا، فحبيت هذا اساهم بيه. واتصلت مرت حماية وكانت الموقف كلش صعب، لانه انا وياها نتواصل دائما، تقريبا صار 4 سنوات نتواصل سوا، وأولادها ما جايين البيت أهلهم يعني بيت جدهم، فحبيت بهذا اليوم يشوفون بيت جدهم. بسبب الظروف امتنعوا الأطفال ما يشوفون أعمامهم ولا أهلهم. فهنا ما قدرت أصور لأنه كانت المواقف كلش صعبة، فما صورت. ورحت لهنا البيت أهلها، وطبعا أكيد بمساهمتها هي كانت حابة يلتقون بأهلهم، وهذا الشيء كلش حلو. ويا ريت من كل الناس تفهم بأنه صلة الرحم واجبة وكلش حلوة، ومن يتقربون الأولاد ببيت أهلهم لأنه مهما يكون يرجعون أهلهم. وهالشي حبيت أبديه بداية سنة، وإن شاء الله راح يعجبكم، ويا رب بداية سنة خير علينا وعليكم وعلى أمة محمد. وهنا نرجع الروتين أنا وأختي. طبعا هنا أخذت كم خبزة خبزتها وشفتها كلش تعب عليها، وأخذت أني خبزت الباقي كله. وطبعا هنا أني أقدر أخبز وأدبرها لأن ما عندي تنور غازي، عندي بس التنور الكهربائي، وتنور الكهربائي وقت المشتهاية أخبز بيه. بس إن شاء الله أشتري التنور الغازي، ونصحوني على تنور أنتم جربوه حتى أشتري من عنده، لأن حابة أخبز دائما خبزة بيت، لأن خبز البيت لا يعلى عليه، والطعم فشي، لأن الكل أعرف يحبون خبز البيت، واحنا العائلة هم تحب خبز البيت. طبعا هنا صار وقت العشاء والخبز الحار والكباب أكيد اللمة كل شي بيها طيب. وهذا العشاء خير وبركة صار، ربي يديمها علينا وعليكم وسهمكم العافية. طبعا هنا زوج أختي
يعصر النارنج ويقول لي هاي الكسور هيش تنوكل ما تنوكل بالخاشوقة. يعني هنا أنا ما أعرف، دائما أشيلها من هنا وأوديها من هنا وما أقدر أدبرها أكل الإيد. ويحاول يقول لي اتعلمي بأنه أكل الباكة أو الكسور بالإيد لأن ألذ تصير وطعمها كلش طيب. وهنا كانوا عازميني على الغداء لأنه اجتهم قبل بيوم وكانوا هذا القدر اللي نسويه. قال زوج أختي أخذي وياك القسم اللي يبقى لأنه أدري بيك تحبيها. وهذا صار وقت الغداء وصار يعصر النارنج. شوفوا شلون الشكل يشهي والطعم ولا أروع منه. وسهمنا وسهمكم ألف ألف عافية. إن شاء الله استمتعتوا ويانا وبهيجي أجواء. أترككم في أمان الله وحفظه مع ألف ألف سلامة.